عملنا النهارده كيكه قمر قوي قوي. لا انتي تعرفيها كيكه الرواني ولا كيكه بدقيق القمح ولا كيكه بدقيق الذره، حاجه كده مختلفه وطعمها فوق الفظيع بشويتين. تعالوا هندخل على مقادير كيكتنا النهارده، بس قبل ما نبتدي كده الفيديو نبص على الجمال كده زي ما انتي شايفه، اللهم بارك عاليه، وحاجة كده هشة وقطنية وطعمها في حتة تانية خالص. ده غير ان هي كميتها كبيرة جدا جدا، لو طبعا عندك عزومة هتكفي وتفيض. يلا هندخل على المقادير، حطي اللايك وما تنسيش تصلي على النبي كده عشان تحل بركة رسول الله في الفيديو. ويلا بينا نبتدي ندخل في المقادير. عندي هنا 4 بيضات طبعا بدرجة حرارة الغرفة، وتخلي بالك من النقطة دي كويس قوي. معلقة صغيرة من الفانيليا البودر، لو عندك الفانيليا السايلة بتبقى حلوة جدا جدا، بتدي ريحة حلوة قوي مع الكيكة دي بالذات، بتبقى ليها ريحة كده زيادة عن الفانيليا البودر. فلو موجودة حطي، مش موجودة استغني عنها بالفانيليا البودر اللي احنا حطيناها. طبعا شوية كده من الضرب، قد بالظبط دقيقتين هتنزلي عليها بكوبايتين من السكر. زي ما قلنا دي كيكة عائلية حرفيا، لو عملتيها هتدمنيها، لاني بسم الله اللهم بارك كميتها كبيرة، وممكن لو انتوا افراد قليله بتقعد معاكي يومين، يعني كمان بتوفري تحليه تاني يوم. طبعا انا نزلت هنا بكوبايتين من السكر حبيبات عادي خالص. هتبتدي بقى تضربي على سرعه قليله، انا مش حابه في الكيكه دي خالص ان استخدم ادوات، ولذلك حاطه سلاح واحد بس من المضرب. طبعا ضربتها شوية ونزلت عليها بنص كوباية من الحليب البودر ونص كوباية من جوز الهند المبشور، وبيبقى فيه حبيبات. لو طبعا عندك الناعم جدا بيبقى افضل، بس هو ده اللي كان متاح عندي. طبعا الجوز الهند بيوديها في حتة تانية خالص، بيخلي طعمها فوق ما تتخيلي. جربيها وان شاء الله تعجبك جدا جدا. كمان بعد ما ضربت كويس هنزل عليها بنص كوباية من الزيت، ومش اكتر من كده، يعني برضو موفرة جدا معاكي في المقادير بتاعتها. مش موجود عندك اللبن البودر وغالي شويتين، ممكن تستغني عنه وتحطي لبن عادي. انا علشان هنا استخدمت المية، فطبعا علشان اعوض عدم وجود اللبن السائل حطيت اللبن البودر كمان، علشان يديني تيست عالي، وكمان تبقى الكيكة بتاعتي غنية كده في نفسها. نزلت كده كمان عليها بكوبايتين من المية، يعني المقادير بالظبط كوبايتين من السكر، 4 بيضات، رشة فانيليا، كوبايتين من المية، نص كوباية من الزيت، وكمان نص كوباية من جوز الهند المبشور، ونص كوباية لبن بودر. طبعا انا هنا عندي المواد الجافة، نزلت بنص كيلو من الدقيق وما بتشيليش منه اي معلقة. انا بصراحة المقادير بوزنها على الميزان، علشان كده بتطلع معايا مظبوطة جدا. كمان نزلت عليها الاول بكيس من او باكت من البيكنج باودر. لقيته ما شاء الله اللهم بارك الكيكه بتاعتي كبيره. انا بستخدم للكيكه دي كيك شيف، وبيبقى افضل جدا جدا في الكيكات، بس علشان مش موجود نزلت كمان بنص كيس من البيكنج باودر ورشة ملح. يعني المجمل بتاع البيكنج باودر كيس ونص، علشان كمية كبيرة او كيكتين، يعتبر كيكتين في بعض. تقلبيهم كويس قوي قوي، وتمزجي المواد الجافة بالمواد السايلة كويس قوي وفي اتجاه واحد. في الوقت ده تكوني مجهزة الصينية بتاعتك مدهونة رشة سمنة او زبدة او زيت، اي حاجة، المهم تكون مادة دهنية علشان خاطر تبقى سهلة جدا ان هي تطلع من قلب الصينية. دهنتها كويس من الجناب واتأكدت ان واخدة كمية الدهون المناسبة. نزلت على طول بالخليط بتاعي على الصينية، وطبعا من اول ما تبتدي في الكيكة بتبقي مجهزة الفرنة، يعني بتبقي مسخناها كويس جدا جدا، وبتدخلي على طول الكيكة فيها بعد ما بتخلص. طبعا انا هنا دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني من تحت بس. ولما حسيت ان هي اخدت نص الوقت ولعت عليها كمان الشوايه عشان خاطر تاخد اللون الذهبي الحلو بتاع الكيك من فوق ومن تحت، يعني ولعت من فوق ومن تحت. ابتديت بقى اعمل الطبقه التانية وهي طبقه الكراميل. جبت نص كوباية من السكر وحطيتها في طاسة على النار، ما لمستهاش خالص ولا قلبتها ولا جيت جنبها، على نار هادية خالص. ولما السكر لوحده يبتدي يتكرمل كده من الجناب، ويبتدي الطبقة اللي ملامسة للطاسة تبتدي تسيح كده، والسكر بتاعي يبتدي يكرمل فيها، هبتدي على طول اتدخل واجيب معلقة او
معلقه سيليكون او اي حاجه موجوده عندك تبقى طويله كده شويه عشان ايديكي ما تقربش قوي للخليط، وتبتدي تقلبي فيها. اول ما تحسي ان السكر كله داب هتنزلي بكوبايه من اللبن، عليها معلقه من الكاستر. هتحطي على الكراميل كاستر، بصراحه بيدي طعم حلو جدا جدا وتست عالي، وكل اللي دقها شكر فيها وهو مش عارف ايه الطبقه اللي من فوق دي، لحد ما بقى بالشكل ده. ما حطيتش زبده، ما حطيتش اي حاجه، يا دوب حطيت الكوبايه بتاعه اللبن بالمعلقه بتاعه الكاستر داب، وابتدى طبعا اول ما بتبتدي تحطي لبن بيكتل معاكي، وبعد كده لما بتسيبيه شويه بيفك خالص خالص وبيبقى صوص ناعم ما فيهوش اي تكتلات زي ما انتي شايفه. طبعا الكيكه بتاعتي كانت على طول طلعت من الفرن، اخدت بالظبط ساعه الا ربع في الرف الوسطاني، مش قريبه من النار خالص ولا فوق ولا تحت. نزلت عليها على طول بالطبقه بتاعه الكراميل. الكيكه سخنه، ابتديت اخرمها كده من جوه بعد ما اختبرتها ان هي ما فيهاش اي عجين ولا اي حاجه. طبعا حطيت عليها طبقه الكراميل كمان وهي سخنه، وكمان نزلت عليها بمبشور جوز الهند زي ما انتي شايفه. ابتديت اوزعه كده عشان تبقى كلها واخده نفس الشكل ونفس الطعم ونفس الكمية، ودخلتها على طول التلاجة عشان تتماسك وتهدى، الكيكة تهدى، وكمان طبقة الكراميل تمسك نفسها كده شوية وتبقى مظبوطة في قوامها، حتى لما اقطع الكيك او احاول اطلعه من مكانه ما تبقاش سايلة معايا. طبعا انا هنا طلعتها بعد ساعة من ما حطيتها في التلاجة، كانت تماسكت كده، وكمان الطبقة اللي من فوق يعني شدت كده شوية واتشمعت. ابتديت بقى اطلعها زي ما انتي شايفه. عايزه اقولك طعمها في حته تانية، لا هي باينه كيكه الرواني ولا هي باينه كيك. يعني كل اللي كان بيدوقها كان بيقولي انتي حاطه فيها دقيق ذره. من جمالها بجد فيها طعم كده مش يعني تست عالي وطعم مش معروف، بس عايزه اقولك طعمها تحفه. جوز الهند بصراحة موديها في حتة تانية خالص خالص، وكمان شوية اللبن البودر خلاها التست بتاعها عالي وريتش قوي كده في نفسها. طعمها جمدان. ممكن يكون الخليط بتاعي كان فيه تكتلات، وهي مش تكتلات، هي قطع جوز الهند ما كانتش مبشورة قوي، وده كان الشكل النهائي بتاعها. عايزه اقولك خفيفه قوي، كميه الدهون اللي فيها مش كتيره، حجمها كبير وتكفي عيله كبيره، اقتصاديه جدا، وممكن تستغني عن شويه حاجات فيها. انا قلتلك البدايل بتاعتها، جربيها بطريقتي وبمقاديري هتعجبك جدا جدا. الكيكه دي انا بس اللي بعملها لاني حرفيا كيكه عائليه، يعني مقاديرها كبيره، حتى على السوشيال ميديا ما بيعملوش الكميه دي. نص كيلو من الدقيق صعب قوي تلاقي كيكه بالمقادير دي. لو استفدتي من الفيديو حاسه كده ان انتي استمتعتي معايا ووصلتي للدقيقه اللي احنا فيها دلوقتي، ما تنسيش تحطي اللايك وتدعيلي دعوه حلوه من القلب. اسيبك في حفظ الله، جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم.